مش عارفة كانت تايهة فين الفكرة دي عننا من زمان. بجد بقى مش محتاجين بقى الحمام الكداب ان احنا نجيبه ونخليه من العظم بتاعه، لا بجد. وصفة المستعجلين، وصفة الوراك المحشية بخلطة رز رهيبة جدا، تحفة. اعتمديها. عايزة اقولك الصينية دي لو في عزومة عندك بجد هتبهر ضيوفك. حلوة جدا، سهلة، وتتبيلة روعة ومميزة وهادية جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت لايك وشير لو عجبك الفيديو، ومتابعة الصفحة أو اشتراك في القناة. أول حاجة هنجهز تتبيلة الفراخ مع بعض. أنا استخدمت بصلتين مفرومين وطماطميتين مبشورين، يعني أنا بشرهم. هنزل بقى بالتوابل الهادية بتاعتنا خالص. نص معلقة صغيرة من فلفل أسود، رشه بسيطه جدا من الحبهان البودر، وبعد كده نزلت نص معلقه صغيره من البهارات السبعه، ونزلت بمعلقتين صغيرين من السكر. ظبطي الملح بتاعك، مكعب من المرقه وده اختياري بس بيدي ريحه حلوه جدا، ورشه بسيطه من ورق لورا المطحون، انا دايما ببقى طحنهم، وكمان معلقتين كبار من الخل وثلاث معالق كبار من الزيت. تتبيله هاديه وحلوه جدا جدا. حابه تضيفي معلقه صغيره من الصلصه ضيفي، بس انا ما حبيتش ان انا اعزز اللون ولا حاجه. جبت الفراخ بتاعتي غسلاها كويس جدا، مصفياها كويس جدا من الميه، وعامله فتحات لحد العظم بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. ونبدا نتبل الفراخ بتاعتنا. انا متبله الفراخ بتاعتي قبليها بليله، بالليل كده تبلتها وانا على طول كده وحطيتها في التلاجة، بتبقى تحفه جدا. طبعا ممكن تتبليها قبليها بساعه، مفيش مشكله، سيبيها ساعه بس. تعالوا بقى نحضر الحشوه المميزه بتاعتنا. نزلت بمعلقه كده حلوه من السمنه، وبعد كده حبه زيت صغيرين، وهننزل معلقه كبيره من السكر. نسيب السكر لحد ما يتكرمل معانا بالمنظر ده. الطريقه دي روعه يا جماعه. وبعد كده مخرطه كده حوالي بصلتين كده متوسطين الحجم، وننزل بيهم. وبعد كده اول ما البصل يدبل معانا وياخد كده من اللون الكرمله، هنزل بقرن فلفل كده متقطع بيدي نفس حلو جدا للخلطه. هبدا انزل بالتوابل بتاعتي. فلفل اسود، نزلت كمان برشه بسيطه من الحبهان البودره، ربع معلقه صغيره من القرفه، وكمان نزلت بنص معلقه صغيره كده من بهارات اللحمه. وهنزل كمان بمكعب مرقه. شوحي بقى كده التوابل ومكعب المرقه مع البصل والفلفل في البصل المكرمل ده، وشمي احلى ريحه في الدنيا. توابل هاديه بسيطه ما فيهاش اي افتكاسات. ننزل بقى، انا كان استخدمت هنا كوبايه ونص من الرز. وبعد كده اول ما ننزل بيهم هعزز اللون بتاعي ان انا هدي حوالي 3 معالق كده من الصويا صوص الغامق. الصويا صوص بتاعي هنا اهو. بصوا، شوحي بقى الرز كويس جدا قبل ما نسقيه بالميه. شوحي الرز مهم جدا. بعد كده هندي الميه المغليه بتاعتنا، ننزل بالميه المغليه، يعني يا دوبك يبقى على مستوى الرز. انا عايزه الرز بتاعي نص سوا، مش عايزاه سوا كامل عشان ما يعجنش معايا. بس كده هدي النار واغطيه لحد ما يتشرب الميه بتاعته. وهنا بعد ما تشرب الميه واستوى معايا نص سوا، الخلطه جاهزه معايا. اسيب الخلطه بقى تهدى تماما لحد ما تبرد، وبعدين نبدأ نحشي عشان الجلد بتاع الفراخ ما يتهريش معانا. يبقى انا سبت الخلطة بتاعتي تبرد تماما. نبدأ بقى نجيب الفراخ بتاعتنا اللي انا سايباها في التتبيلة ليلة كاملة او من ساعة، مفيش مشكلة خالص. طلعت بقواقي التتبيلة كده من جوه الورك بتاعي، ونبدأ. بس يراعى طبعا وانت بتشتري الفراخ تقولي لبتاع الفراخ انا عايزة الجلد ما يكونش متقطع. يعني انا كان في 2 وركين منهم كانوا بس مفتوحين شويه كده، هم دول اللي طلعوا معايا في الفرن، بس برضو الرز بيفضل عليه متماسك وزي الفل جدا. خلاص حشيت الكميه بتاعتي تحت الجلد بس، وحشيهم كده كويس جدا. جبت بقى معايا صينيه فيها بصل متقطع، طماطم متقطعه، في قرن فلفل، وكمان بطاطستين كده متقطعين متوسطين الحجم، لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. حطيت عليهم رشه ملح ورشه فلفل اسود، وباقي التتبيله بتاعت الفراخ، بقيت بصل التتبيله حطيتهم عليها بس، ما عملتش عليهم اي حاجه تانية. نبدا نرص الفراخ بتاعتنا، وغطيتهم بورق زبده وفويل تحكميهم كويس جدا. انا مسخنه الفرن على 240، مسخنه الفرن بتاعي على 240 من حوالي كده 10 دقايق. هتدخل معايا الفرن لغايه ما تستوي تماما. مش هنشيل منها الورق الا لما تستوي تماما. بعد ما تستوي تماما هنطلع نشيل منها الفويل. دهنت الوش بصويا صوص، يعني دهنت الوش بصويا صوص لو موجود عندك. وبعد كده هتدخليها تكمل سوا، وانا ما ولعتش عليها الشوايه، خدت اللون القمر ده وهي على الفرن. بس شايفين بقى الرز مستوي ازاي؟ تحفه تحفه تحفه، مش عايزه اقول لكم قد ايه بجد روعه. الفراخ دايبه جدا، خلطه البطاطس اللي تحت تحفه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير.